السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش ما يفوتناش عزاؤنا وعزاؤكم واحد في الموت ديال الأم ديال اللاعب ديالنا أمين عدلي. ولله ما أعطى ولله ما أخذ، والله يرحمها ويسكنها فسيحة جنته إن شاء الله، ويرحم جميع المسلمين ديالنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واللاعب راه محترف، بإمكانه باش يتجاوز هذه الأزمة إن شاء الله بخير، ونتمناه باش يكون في حالة جيدة هو إن شاء الله، ويحاول يتجاوز هذه المحنة لأن ماشي سهلة بصح. باش نبداو عاود باش ننتقلوا ديال أخرى، وهو نهضروا على الاستقبال اللي حظي به المنتخب المغربي في أبيجان في الكوت ديفوار. شفتي تبارك الله الاستقبال اللي حظى به المنتخب ديالنا، لا من طرف الكوت ديفواريين ولا من طرف المغاربه الموجودين هناك. استقبال الملوك. انتم شفتوا كيف الناس كلشي كيعرفوا اللعابه، كلشي كيعرفوا واحد بواحد، كلشي كيعيط عليهم فلان فلان فلان. وصلوا بخير الحمد لله وعلى خير. ننتقلوا للشطر واحد اخر، وهو ان دابا الحمد لله وصلوا تما يرتاحوا وشويش ديال التمارين، وهذا ضروري خصهم يقلبوا على المنتخب اللي غادي يلعبوا معاه. وكنظن غادي يلعبوا مع المنتخب السيراليون على ما اظن. علاش؟ غير باش يتجانسوا الدراري بعضياتهم ويحتكوا ويشوف كتجربه، لان داك الماتش حيبي هو الحقيقه تيكون بحال تيجمع ما بين الدراري تيوضع بيناتهم الثقه، وتيعرف كل لاعب شنو المستوى ديالو، بحال اللي كتكون بحال غير تمهيديه الماتشات الجايين. كيسولوا الكثير الناس اللي كيسولوا واش المنتخب المغربي قادر ياخذ هذا الكأس. طبعا لانه هو راه من المرشحين الاوائل، من المرشحين الاولين حتى هو باش ياخذ هذا الكأس. حنا ما نتفكروش الايام ديال قطر وداكشي، لان كيبقى منتخب قوي حتى هو. عندك المنتخب هو مرشح، كذلك كاين منتخب مصر، كذلك كاين منتخب الجزائر، الكاميرون، الكوت ديفوار، السنغال. هادو كلهم منتخبات قويه وغتنافس بقوه على هذا الكأس. ولكن ما تنساوش لان المنتخب المغربي له حظ كبير حتى هو. دابا شنو المشكل اللي غيوقع؟ هو ان المنتخب اللي غيبغي يلعب معنا غيبغي يبين حنت يديه. هادي شنو غيبقى هنايا؟ هنا غيبقى الطريقه ديال السويد الركراكي كيفاش غيلعب مع هاد المنتخبات، ويلعب مع كل منتخب على حده، وكل واحد وكل منتخب الطريقه ديالو يدرسها مزيان ويحاول يلعب معاه. حنا نبداو خلاص نبداو حنا من الدور الاول، كيفاش نحاولوا بعدا كيفاش نتمكنوا من الدور الاول. الا تمكنا ودزنا من الدور الاول غتكون عاود هضره اخرى. دابا نهضروا في المجموعه في الدور الاول. الدور الاول عندنا تنزانيا، وعندنا الكونغو الديمقراطيه، وعندنا زامبيا. كيفاش هادو ما بقى دابا حتى فريق قوي ولا فريق ضعيف في افريقيا. هاد المنتخبات بامكاننا نتجاوزوهم. كيفاش؟ بالطريقه اللي نلعب مع هاد الكحل ماشي هي نلعب مع الاوروبيين، لان هاد ما تنقولوش الكحل، سمحوا لي، الافارقه اللعب ديالهم بوحدو. انهم اولا كيتميزوا بواحد القوه خارقه، كيتميزوا بداك سميتو لي ديال عندهم داك الثنائيات عندهم صعيبه. شنو كاين المشكل؟ وهو انه يحاولوا يشدوا عليهم الابواب، لان الافارقه ملي ما كيبقاوش يلقاو من هكا كيبقاو يشوطوا من البعيد. هذه هي الطريقه ديالهم. اذا كنحاولوا نلعبوا حنا مع كل منتخب على حده، ندوزوا ان شاء الله من تنزانيا ويكون خير ان شاء الله. نحاولوا نربحوها باي طريقه، عاود ندوزوا المنتخب ديال زامبيا سميتو زامبيا، وندوزوا عاود ان شاء الله المنتخب الكونغو. هادو بامكاننا ندوزوا في هذا، ما كيهمناش ندوزوا في النقطه الاولى ولا في النقطه مع من غنجيو ولا مع المنتخب مع من غنجيو، لان المنتخبات ولات كلها قويه. حنا المهم نمروا للدور الثاني. ملي غنمروا للدور الثاني تما كتبقى تصعب القضيه. علاش؟ لان كل منتخب كيدوز غير الاقوياء ديك الساعه كيبقاو يدوزوا كيتصفاو،
لان المنتخب حنا ما كيهمناش يجي اللي بغا يجي، غنلعبوا معاه عاود بطريقه ديالو خاصه. انا قلت كما نشدوا عليه الابواب، الضغط على حامل الكره، ما نحاولوش نخليو فراغات مورانا لان عندنا تبارك الله الدفاع زويون، ما نحاولوش نخليو ونديروا داك الخطفات المرتدات السريعه ندهشروهم. لان تعرف دابا داك المنتخبات بحال دابا مثلا تلاقيتي معاه ماركال كغيبيت هو الاول ولا شي حاجه، راه مشكله غتصيب معاه. حنا ما غنتخوفوش على المنتخب ديالنا ان شاء الله، لان بامكانه يعود في الماتش ويعود، ولكن هذو الطرق اللي غتلعب مع افريقيا انا كنت ملي كتزيرها كيبقى يشوطوا من البعيد، ما تحاولش تخلي له فراغات، ما تحاولش هكذا، حاول الضغط على مول الكره ودير داك المرتدات السريعه ان شاء الله. هادو بالنسبه للافارقه. اما بالنسبه لنا حنا في شي منتخب بحال ديالنا ديال الديربي، مصر بحال الجزائر بحال هادو معروفين اللعب ديالهم. مصر خلاص كنعرفوها مقاتله كتقاتل باي طريقه، المهم تقاتل توصل هكذا. حنا خصنا الناس يبردوا الطقس، ما يخليش داك هكا. وعاود كما قلنا المرتدات السريعه، ما عندنا الدراري تبارك الله صراع، المرتدات السريعه نحاولوا نحشيو لهم شي بيت، ما يحاولوش يماركيو علينا هما الاولين. تعرف ان مصر الا ماركات عليك البيت الاول وراكم عارفين اللعب ديالها، الخبط الكروي، يبقى الشناوي يطيح لك تما بالدقيقه كل ساعه طايح لك، يبقى اللاعب يطيح ما ينوض شاي. المهم حنا نحاولوا ما امكن باش نحاولوا نسجلوا عليهم بالطريقه في الاول، باي طريقه نحاولوا نشجعوا عليهم، وسينو ما يحاولوش يسجلوا علينا هما. بعدا ما يحاولوش يسجلوا، لان لا يسجلوا عليكم الاولين راه مشكله. وما نحاولوش نديروا الاغلاط اللي كنا درنا من قبل. راكم شفتوا داك الماتش اللي كنا لاعبين معاهم والسي فهد خرج بوفال في ديك اللحظه. بوفال كان شاد جوج ديال المدافعين، فاش خرج بوفال ودخل الحدادي كان هو السبب بعدا في البيت، لان خرق الشروط. وفاش خرج بوفال داك المنطقه ديال بوفال ولات كيدوزوا فيها كما بغاو، كان بوفال شاد جوج ديال المدافعين. حنا ما نديروش هاد الاخطاء، نحاولوا الا كان بوفال شويش هكا نحاولوا ندخلوه كجوك حتى للتالي حتى لهذا. المهم نحاولوا، انا قلت لك هذه الطريقه ديال اللعب ديال المصريين، غيتماوتوا لك تما وهذا كيتقاتلوا ويتماوتوا والخبط ويطيح لك وينوضوا. المهم ما تخلي لهمش داك كيفاش هذا بالنسبه للمصريين. اما حنا مع الجزائريين هذوك عاود شكل اخر، كيتقاتلوا اللعب ديالهم حتى هما مزيونين، ولكن حنا راك عارفين كنعرفوا اللعب ديال الجزائر، حنا احسن منهم لا تقنيا ولا كل شيء. بالنسبه للعابه ديالنا احسن منهم. انا تفرجت في ذاك الماتش اللي كانوا يلعبوا مع طوغو ولا ما عرفش، الماتش جاني زعما راكيك ثقيل ما كملتوش، لان حتى الجزائريين شويش كيبقى لنا نوصلوا هنا. المهم كل منتخب ندوزوه، الا زدنا مع الكوت ديفوار او السنغال او منتخبات قويه فعلا. ولكن راكم شفتوا في الكوت ديفوار لعبنا مع الكوت ديفوار، غلبتنا فعلا بجوج، ولكن ما كانوش الدراري كلهم في بلادهم، ما كانوش الدراري كلهم، وهكاك ماشي داك المستوى اللي شناه ديال داك. دابا الدراري تبارك الله كلشي واجد، كلشي مزيونين، تبارك الله عليهم تقنيا وبدنيا. حنا تبارك الله عندنا الدراري مخيرين، نحاولوا ندوزوا. نتمناو نبقاو مع الكوت ديفوار في التالي ولا مع. اما بالنسبه للسنغال حتى هي اللعب ديالها قاصح واعره وكتختار حتى هي. خصنا هنا نحضيو، ما نخليوش الفراغات مورانا، لان كيشوتوا من البعيد. هما ملي تزيرهم كيبقاو يشوتوا من البعيد، اذا ما تخلي لهمش الفراغات فين تخليهم فين يشوتوا كره. ديما كما قلت لك الضغط على حامل الكره والمرتدات السريعه. عندنا تبارك الله النصيري، والنصيري هذه للاشاره، النصيري ما نحاولوش نبقاو نسيبوا له الكره الاكثريه في رجليه، غير الا جاتنا بالضروره. النصيري كنعرفوه كيضرب بالراس، اذا ديما السونطراج للراس، ديما السونطراجات للراس، نعليو له الكره هنا، لان يوسف النصيري كيلعب بالراس مزيان. اذا نحاولوا نصيفطوا له الكرات غير على الراس، الاكثريه على الراس، لي سونطراج من الراس. اللي داز راه كاين عطيه الله، كاين حكيمي تبارك الله، كاين زياش، وزياش تبارك الله راك عارفين قادر يخلق حتى هو الفريق. كذلك بوفال في الوسيط غيكون عندنا داك سفيان امرابط، غيكون عندنا داك النحيله ديال تبارك الله ديال النحيله سميتو عز الدين اناحي، وغيكون ملاح ما كانش املاح عاوي هكا الاصابات، كيكون عاود داك سميتو داك الدري الصغيور داك الاخ النوس. كاين بزاف تبارك الله، كاين عاود بزاف باش نعوضوا. المهم انا قلت لك الضغط على الحامل الكره والمرتدات، والنصيري الضربات على الراس، نحاولوا نصيفطوا له لي سونطاج اكثر على الراس ديالو، لان كيتميز هو بداك الضربات الراسيه. وان شاء الله بامكاننا الا مشينا بهذه الخطط هكا ان شاء الله بامكاننا باش نفوزوا بداك الكاس الافريقيه. وعلاش لا ولما لا؟ لان الحمد لله دابا الركراكي عندنا مدرب زوين في المستوى، عندنا طاقم
في المستوى كل مغربي، لان الطاقم هذا فكرونا في الحقيقه في 2004. راك شفتوا الزكي كيف كان كيلعب ديك الطريقه، لعبها كان عجبنا على حده طق 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 حتى حاولنا وصلنا. وداك الماتش الفينال ديال تونس راكم عرفتوا كان فيه شويش ما عرف، المهم كان مشكوك، اما كنا ندوزو ناخذوا الفينال. وكنتمناو شنو كنتمناو هو ان الاصابات ما تكونش ان شاء الله، ما تكونش الاصابات، الحمد لله ربي يحمينا اللاعبين ديالنا، والركراكي لا خوف عليه ان شاء الله. وداك الماتش الحيبي اللي قلت لكم هو ضروري باش كنوقفوا على اماكن القوه، اماكن الضعف في الدراري، باش نشوفوا شنو كاين. وكيبقى ماتش حيبي، ونتمناو نفوزوا بهذا الكاس ان شاء الله الغاليه، ونجيبوه ان شاء الله للمغرب ونفرحوا به. وحنا كنتسناو هاد الكاس الافريقيه على احر من الجمر، ونتمناو لهم ان شاء الله التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.